أول صورتين الفنانة نادية الجندي والفنان عادل إمام. اختاري صورة من الصورتين. يعني أسقط قناعهم عن إيه؟ مش فاهم. تسقط القناع عنهم عن موضوع معين، يعني أيوة، أي قناع تريد يسرى أن تسقط عن نادية الجندي؟ مش عارفة أنا. أصل أنا بقى مضروبة من الإشاعات كتير، فاحتمال يكون في بعض الإشاعات برضو طالعة إن هي ممكن تكون في حاجة مضايقاها مني أو كده، فأنا عايزة أفهم إيه هي، لأن أنا معرفش إيه هي. طيب دعينا نتكلم بوضوح أكثر. خلال تكريمك منذ فترة قريبة في بيروت في مهرجان الميراكس دور، حيث شاركتي كتكريم فني، أيضا كانت تشارك الفنانة نادية الجندي وتشارك معها الفنانة اللبنانية الموجودة حاليا في مصر، المقيمة في مصر، مدلان طبر. أبلغتي أن مدلان طبر نقلت باسمها وباسم نادية الجندي أنهما لن يحضرا حفل التكريم إذا دعيت يسرى إلى هذا الحفل. صح؟ أنا سمعت الكلام ده فعلا. نعم. بس أنا مش عارفة إيه السبب، يعني أنت لو تيجي تسألني إيه السبب، والله العظيم أنا ما أعرف إيه السبب. ما في أي خلاف بينك وبين نادية خالص الجندي؟ على الإطلاق. بينك وبين مدلان؟ خالص ما فيش أي خلاف خالص. أنا بس يعني أنا عندي بس علامة استفهام، أنا مش فاهمة ليه أو شفتيهم خلال التكريم؟ طبعا شفتهم. حكيتوا مع بعض؟ لا ما حكيناش، لأن كانت هي قاعدة، لا هي كانت قاعدة في ترابيزة بعيدة عني، يعني في ممر نعم. طويل بينا، ما كانش في مناسبة إن احنا نتكلم. ما كنتوش نازلين في نفس الفندق؟ لا أنا ما كنتش نازلة معاها. ولا كنتوا على نفس الطيارة؟ على نفس الطيارة لا، ما شفتهاش بصراحة في نفس الطيارة. على نفس الطيارة؟ لا ما أخدتش. هم كراسي الدرجة الأولى معدودين، معقولي ما وأنا كنت قاعدة ورا. ما كنت رايحة درجة أولى؟ بس قاعدة آخر كراسي الدرجة الأولى معدودين. كنت هل ممكن ما شفتوا بعضكم؟ والله ما شوفي بينك وبين نادية الجندي. والله العظيم ما في حاجة، أنا أقسم برب البيت ما عندي أي حاجة في قلبي. مدلان؟ ولا حاجة مع مدلان والله العظيم في حياتي، يعني أنا مش فاكرة إن ممكن يكون في أي خلاف بيننا. طيب.